كيف اللي تودي. دي ايحة كده وعمل لك ايه بس؟ ايه يا يحيى، بقول لك ايه، ما فيهاش خروج النهارده ولا ايه؟ لا يابا، ده انا مظبط لك خروج احسن من بتاعه امبارح. يا يحيى ما تفكرنيش بامبارح، ده البت ام تيشيرت احمر لسه في دماغي. يا اخويا، ما النهارده هيبقى احلى من امبارح، ولو يعني على البيت اجيبها لك. بجد والله؟ طب النهارده هنروح فين؟ عيني يا اخويا اجيبها لك. بس هي المشكله في المكان. ما سيبناش مكان غير لما رحناه ومش عارفين هنروح فين. ما تيجي نروح شارع عباس، بيقولوا هناك الدنيا بتبقى جميله. اه، شارع عباس الروقان كله هناك والسهره بتبقى للصبح. خلاص يا عم، الخروجه النهارده هتبقى في شارع عباس. يعني خلاص ماشي، اجهز العربيه. خلاص تمام، جهز العربيه. خلاص ماشي اجهز. بقول لك ايه، ما ترن على الواد مصطفى يجي معانا. مصطفى؟ مصطفى ايه يا عم؟ يا عم جيب لي سيره حلوه والنبي، ده بيجي يا عم راميها على طول وما بيجيش معاه فلوس. وانا اصلا مش هشيل مسؤوليه غير انا. ليه بتقول كده يا يحيى، وعشان ظروفه على القد يعني ولا ايه؟ يا عم بيبوظ منظره قدام الناس، وانت بتشوف احنا بنروح نقعد مع مين وفين. ومش قصه فلوس بس. هو ما عندوش لبس ولا عنده اي حاجه. ما تديله يا ابني لبس من عندك، الواد ده شكله بيحبك. يا عم لبس ايه يا عم؟ انا ما بحبش حد يلبس مكاني ولا البس مكان حد. فايه يعني يا يحيى لما تديله الهدوم دي خالص؟ هدوم ايه يا عم اللي اداله لي خالص؟ هو صغير، لما يطلع يشتغل ويصرف على نفسه. خلاص يا يحيى، دي وجهه نظري وبراحتك، اللي انت شايفه اعمله. مش كنت جبت لي سيره حد عدل شويه ولا سيره مليون جنيه او بيرن اهو؟ ايه ده، مين؟ مصطفى. طب ما ترد عليه يا عم. لا يا عم مش هرد. طب رد عليه، يمكن في حاجه. الو. الو. ايه يا يحيى، انت فين؟ عايز ايه؟ مفيش يا عم، عايز اشوفك وعايز اقعد معاك شويه. ليه؟ انا مش فاضي دلوقتي. خارج. بجد خروجه؟ طب ما تاخدني معاك يا عم. تيجي معايا فين؟ طب تعالى. بجد يعني اجيلك؟ خلاص ماشي، انا جاي لك اهو. تعالى. وإسلامية هي المبادئ لم تعصف بها الوقت ولا أصاحت بها الأيام والحقب إنها أمة اهو جالك اهو. بمدى إيمان وعقيدة الرجال. ازيك يا رجاله، عاملين ايه؟ ايه يا سوسه، عامل ايه؟ الحمد لله والله يا محمد. ايه يا يحيى، انت ما بتردش عليا ليه؟ ما يخصكش، انجز وقول عايز ايه. فين يا يحيى، انت بتكلمني كده ليه؟ انا عملت لك حاجه ولا ايه؟ ولا تعمل لي ولا اعمل لك. ايه ده يا يحيى، وايه اللي حصل بس لكل ده؟ استنى بس انت يا محمد. انجز وقول عايز ايه. عايز اخرج معاك، مش انت قلت انك خارج؟ تخرج معايا ايه يا ابني؟ هو انت عايز تبوظ شكله قدام الناس؟ انت مش شايف شكلك عامل ازاي؟ شكلي؟ ماله شكلي؟ بعدين ايه عرك قدام الناس دي؟ ايه يا اسطى اللي انت بتقوله ده؟ ده مهما كان برضه صاحبي. بس يا محمد انت ما تعرفش حاجه. انت عايز تعرف ماله شكلك؟ نظف نفسك وبعد كده ابقى تعالى اخرج معانا. انضف نفسي؟ انت للدرجه دي شايفني وحش؟ شايفك زي ما شايفك. ومن الاخر انت ما تشرفنيش ان انت تمشي معايا او تيجي معايا مكان. خد يا ابني، اعمل معاك حاجه، يعني حاجه لله. خد جيب لك اي حاجه البسها. ياه، للدرجه دي؟ للدرجه دي انت كنت شايفني كده؟ انا مش عايز منك حاجه، بس يعلم ربنا ان انا كنت بحبك زي اخويا، وانا بحمد ربنا انه بين لي واحد زيك، وانا من النهارده مش عايز اعرفك تاني، وانت اللي ما تشرفنيش انك تكون صاحبي، عشان اللي زيك ما ينفعش يبقى له صحاب اصلا. ما شرفكش يا ابني، انا الدنيا كلها تتمنى تمشيني، واي حد نفسه يكون صاحبي. لا يا حبيبي، انا خير الدنيا دي كلها. انت لو مفكر ان انا مشيت معاك عشان خاطر فلوسك وعشان اتباهى بيك يبقى انت كده غلطان. انا مشيتك ومشيت معاك عشان انا بحبك وبعتبرك اخ ليا. اخ وحب. حب ايه واخ ايه؟ انت زيك زي اي حد بتجيبه مصلحته، ويحبني ويحب يخرج معايا عشان اصرف عليه وعشان اخرجه. اما اخ واخويه واصحاب دي ما تجيبهاش خالص، وما تجيبش سيره زي كده. انت كمان مش مصدقني؟ ماشي يا عم، وعد مني مش هتشوفني ولا هنا ولا في اي مكان انت بتروح. ماشي، سلام. مع السلامه. المركب اللي تودي. دي يا يحيى كده وعمل لك ايه بس؟ بس يا محمد، كويس ان انا عملت كده. الاشكال اللي زي دي ما بتجيش الا كده. بتمشي الواحد عشان مصلحته، والمصلحه هي اللي بتجيبه. وانا ما يشرفنيش ان اصاحب حد ولا ماشي حد زي كده. يمكن عشان ظروف وحشه انت عملت معاه كده،
بدل ما كنت تجرحه بالكلام كنت مشيته مقبول الخاطر. اسمع اللي بقول لك عليه يا محمد، انت غلبان. الناس اللي زي دي ما بتتعاملش معاها غير كده. خلاص يا اخي كل واحد حر في نفسه. انا مشوار ولو جيت منه بدري يبقى نخرج بالليل. تمام هكلمك انا. محمد هو عايز ايه ده؟ الو. الو يا مصطفى انت فين؟ انا داخل على البيت اهو. معايا بس حاجه عايز اديها لك. حاجة ايه؟ طب خلاص خليك انا جاي لك. يا محمد خير. اوعى تكون زعلت من كلام يحيى، ده طيب وبيحبك على فكره. ازاي يعني يا اسطى ما ازعلش؟ انت شفت اللي هو قاله؟ ده جه على كرامتي يا اسطى. كرامتك ايه يا عم مصطفى؟ انت دماغك اكبر من كده. ده بص يحيى بعت لك حاجات معايا. حاجات ايه يا اسطى؟ مش عايز منه اي حاجة. لا يا عم ده بعتهم لك وبيصالحك بيهم. اقول لك على حاجه، تعالى نخرج انا وانت. ما أجمل أن تكون إنسان تكبر خاطرا حزينا وتسعد قلبا مكسورا وترسم الابتسامة على وجه إنسان.